يا حصالة تمد ايدك عليا يا بنت عبد الحميد البشكاتب. اوعى تجيب سيره اسيادك يا كلب. اسيادي؟ ماشي، قولي كمان يا محاسن وغلطي، قولي. ده انا لو عليا اقطعك بسناني، اقلع اللي في رجلي واديك بيها على دماغك. الله يسامحك يا محاسن، الله يسامحك. قولي كمان. سامع اختك يا سماح. يا اختي قولي وريحيني بس، عمل لك ايه؟ قلبي واقف في رجليا. سلامة قلبك يا اختي، انا ليا مين في الدنيا دي غيرك انت يا سماح؟ وبعدين البني ادم ليه في الدنيا دي ايه غير صحته؟ تعرف تخرس انت وتسيبني اتفاهم مع اختي؟ القذر ده راح لمرات صبري وقال لها ان احنا متجوزين. يا لهوي. ايوه، واكيد ساومها عشان ياخد قرشين. غلطانة، والله غلطانة يا محاسن. وبعدين لا مؤاخذة يعني، انا ليا في الدنيا دي مين غير اختك وابنها؟ اختها وابنها ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بص يا صلاح، لغايه كده وكفايه قوي. قسما برب العزه لو قربت ناحيتي ولا ناحيه جوزي ولا حتى بيته التاني هتعملي ايه يا محاسن؟ هقتلك يا صلاح، والله العظيم لا اقتلك. انا مش هيجرالي قد اللي جرى خلاص، والراجل ومراته مالهمش ذنب بيتهم يتخرب بسببي، فاهم؟ عبيطة، والله عبيطة ومش عارفة مصلحتك. انا قلت لك كل اللي عندي، ولو راجل فاهم، لو راجل يا صلاح قرب ناحيتي تاني. انت رايحة فين انت الاخرى؟ سايبها لك تبرطع فيها زي ما انت عاوز. دي اخرتها يا سماح، وتسيبيني لوحدي؟ واوعى تحاول تدور عليا تاني. سيبني بقى يا اخي، احاول اربي ابني على نظافه، احاول الحقه قبل ما يكرف منك حاجه. يلا يا عبد الرحمن. في 60 داهية. هو انتوا يعني فاكرين ايه؟ هقعد اقول زي النسوان؟ انا صلاح. عارفين يعني ايه صلاح؟ ماشي ماشي يا محاسن. دي تاني حادثة قتل تحصل في النجع وفي مدة قصيرة يا عمدة. والله يا باشا أنا نفسي مستغرب، مش عارف إيه اللي بيحصل ده. الحاجات دي ما حصلتش حتى أيام أبويا الله يرحمه. أنا خايف تتكرر تاني يا عمدة. لا ما تقلقش يا باشا، أوعدك إنه دي حتكون آخر مرة. شكلك كده واثق من كلامك يا عمدة، زي ما تكون تعرف حاجة. لا أبدا، بس أصلا أنا حاسس إنه الحكاية تار بين العيلتين. أصلا أنا سمعت إنه في مشاكل بين العيلتين، والظاهر إنه الموضوع انفتح من جديد. وإيه هي المشاكل دي يا عمدة؟ حاجات بسيطة، مش عارف مين روى قبل مين، والأولاني راح لام التاني، كلمة من ده على كلمة من ده. الظاهر واحد فيهم مد يده على التاني، بقت مشكلة. ما انت عارف سعادتك الحاجات اللي زي دي بتيجي على أهون سبب. وناوي تعمل إيه يا عمدة؟ أنا عملت خلاص يا باشا، بعدت جبت كبير عيلة عسران وكبير عيلة عبد الستار، وحنقعدوا مع بعض ونلموا الموضوع. هتعرف تجيب اللي قتل عبد الستار يا عمدة؟ أوعدك يا باشا، كلها كم يوم وتلاقيه حداك في المركز والكلبشات في يده. أنت مالي إيدك من الكلام ده يا عمدة؟ أنا عمري وعدت حضرتك بحاجة ورجعت فيها؟ الكلام ده يحصل في خلال أسبوع، وأنا من جهتي نزلت رجالة من قوات الأمن يعملوا كردون حوالين عيلة عسران عشان الموضوع يهدى يا عمدة. أنا قاعد في المركز ومستني أسمع أخبار كويسة. ما تقلقش. الا قول لي يا بيه، هو صحيح انتوا لقيتوا السلاح اللي انقتل بيه عسران مع عبد الستار ساعة ما انقتل؟ وأنت عرفت منين يا عمدة؟ إحنا مكتمين على الخبر ده عشان ما تحصلش مشاكل تانية ونلم المشكلة بسرعة. ان شاء الله مش هيحصل مشاكل يا باشا، وبعدين انا برضك عارف كل حاجة بتحصل في البلد، امال ايه؟ اتفضل يا باشا اشرب الشاي.